بين الرباط وسلا تسبب اصطدام شاحنة لنقل البضائع بعربة الترامواي صباح اليوم في خروج العربة عن مسارها وإصابة 6 أشخاص بجروح خفيفة. التفاصيل في روبورتاج كوثر دحدوح وعلاء الدين الحميني. تطلب الأمر أكثر من ساعتين. إعادة وضع عربة الترامواي هذه فوق السكة ليس بالشيء الهين. الاصطدام بينها وبين الشاحنة كان قويا مما أدى إلى انحراف العربة عن الطريق على مستوى محطة باب المريسة. سائق الشاحنة يوضح أسباب الحادثة. هو جاي داخل باب الخميس مع كليكي بديت البال زعما اللي بانت لي خاويه وجاي الاخر من الجهه الاخرى ما كاينش شي حس كارفلون شي حاجه، ما لقيت تدركني ما لقيت ما ندير. لم يخلف الحادث جرحى إلا أنه تسبب بسقوط بعض الركاب داخل العربة بعد إخلائها. تسلمت فرق الصيانة زمام الأمور. تلقينا اتصالا على مستوى مركز القيادة. الفرق التقنية انتقلت لموقع الحادث في الحال لإعادة وضع عربة الترامواي فوق السكة. تسبب هذا الحادث بعرقلة للسير استمرت لحوالي ساعتين لتعود الحركة إلى طبيعتها على مستوى محطة باب المريسة، محطة مهمة حيث يتم بها ربط السير بين خطي الترامواي على مستوى مدينة سلام.